الفيتشر وهي شغالة كويس تبقى حبيبي وكفاءة، بس أول ما تقع في البرودكشن كله بيخلع. بس الحقيقة إن المشكلة غالبا مش في الكود، المشكلة إن من أول يوم محدش كان فاهم هو مسؤول عن إيه بالظبط. يعني البي إم فاكر إن دوره خلص لما كتب التيكت، والديفلوبر فاكر إن هو دوره يرزع شوية كود وخلاص، الكيو اي مستني حاجة واضحة يتستها، والستيك هولدر داخل يسأل كل شوية إحنا وصلنا لإيه. كل واحد شايف إنه عمل اللي عليه، بس أول ما بيحصل بلوكر الدنيا بتقف، وساعتها بيظهر السؤال الحقيقي: مين اللي مفروض يقرر؟ وهنا المشكلة الحقيقية، لما كل الناس بتبقى مسؤولة غالبا محدش بيبقى مسؤول. فقبل ما أي فيتشر تبدأ لازم يبقى فيه 3 أدوار واضحين. أولا واحد يقرر عشان لو الخطة اتغيرت أو حصل بلوكر هو اللي ياخد القرار النهائي. اتنين واحد يسوق الشغل، يتابع يسأل يربط الناس ببعض يشوف المشكلة قبل ما تكبر. والناس اللي لازم تعرف تتبلغ بالقرار عشان يفضلوا في الصورة، مش كل واحد فيهم يوقف القرار عشان عنده مشكلة. ودلوقتي السؤال المهم: لو البلان خيشت مين هيقرر؟ لو الإجابة مش واضحة يبقى المشكلة مش في التنفيذ، المشكلة إنكم بدأتوا من غير اونرشيب. مين مسؤول عن ايه؟ لو المحتوى دوت فعلا بيفيدك في شغلك اعمل فولو سبسكرايب وشاركني برأيك في الكومنتات. سلام.